الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وبسعاده يا رب. يلا بقى نشوف الوجبه الجميله الحلوه دي بتاعتنا، ونوسع لها كده كنتاكي وصل عندنا كده، حاجه موفره، حاجه بيتي، حاجه جميله، حاجه كده تفتح النفس، حاجه شايفين اهي، تشوفوا كده تقولوا ايه جايبينها من بره، لكن دي حاجه بيتي. شايفين الحلاوه والجمال والقرمشه، وتحفه تحفه تحفه. مع حبه الرز بتاعنا ده، مع التوميه، مع البطاطس. شايفين الوجبه دي بتروحي تشتريها بقد كده، غاليه ومش ضامنه نظافتها ومش ضامنه هي ايه، لكن يلا مع اكلات سهام هنعملها لكم النهارده، جميله جدا 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 وكمان موفره. ويا ريت على الوجبه بس، ده احنا هنعمل وليمه كبيره قوي 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 من الفرخه. شايفين من الفرخه عملنا قد ايه؟ شايفين حجم الفراخ، شايفين كميه الفراخ، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين حاجه كده تفتح النفس. انا بصراحه حاجه عجباني، وحباكم كلكم تعملوا بنفس الحلاوه والجمال والطعامه دي في بيتك ولولادك، وحاجه انت ضمنها جميله جدا 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 جدا. بفرخه عملت قد ايه؟ بتمن الوجبه بتاعتك. بتروحي تشتري الوجبه؟ لا، انا هنشتري بيها فرخه ونعمل ناكل انا وولادي في البيت، حاجه جميله جدا جدا، مع شويه رز حلوين كده. نروح مع بعض كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك على الحاجات الجميله دي، ونشوف ايه، نشوف مقاديرنا يا حلوين. الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا يا رب بخير وسعاده كده دايما. هنبدا مع بعض النهارده، هنعمل اكله جميله جدا جدا. الاكله دي ايه؟ اللي هي فراخ مقرمشه او فراخ كنتاكي بفرخه. هتعملي كميه كبيره جدا وهتبسطك وتبسط ولادك، وتاكلي لما تشبعي، وحاجه ضامنه نظافتها، وحاجه انت عارفه غسلها ازاي، وجايبه الفراخ قدامك شكلها ايه. دي فرخه انا مقطعها على 8 بالشكل ده كده. طبعا كلنا شاطرين وعارفين بنقطع الفرخه ازاي على 8. وعندي هنا البهارات بتاعتي، فلفل اسود وملح وبصل بودر وتوم بودر وكركم وبابريكا وبهارات فراخ، وبشره بسيطه جدا من جوز الطيب. وانا دايما نقول لكم يا حبايبي البهارات بتاعتك اللي موجوده عندك في البيت، لان طبعا في ناس ما عندهاش طبعا كل البهارات دي، عادي جدا. اهم حاجه برضو عندك كركم، لو ملح وفلفل وكركم. ما عندكيش بصل، تعصري البصل وتاخدي الميه بتاعته. ما عندكيش توم، تنعميه جدا وتحطي. اهم حاجه في كل الوصفه دي الكركم والبصل والفلفل والحاجات دي. ما فيش البهارات التانية عادي موجودة عندك، ماشي. حابة تزودي قرفة، تزودي اي حاجة، ماشي برضو. يعني كل حاجة ايه بنعملها بالمتواجد في البيت عندي. ماشي، عرفنا بهاراتنا. والفرخة احنا مقطعينها. ودي عندي زبادي. طبعا مفيش زبادي، قلنا نعمل ايه؟ احنا عارفين الطريقه بتاعتنا اللي بتحول لنا اللبن لزبادي. كوبايه لبن على معلقه خل اصبحت زبادي كده. هتقطع معاكي اللبن، هيتقطع ويبقى زي ايه الزبادي. فانا هناخد الزبادي بتاعتي وننزل بيها هنا، حابه تضربيها في الخلاط جميله جدا برضو، ماشي. ناخد الزبادي بتاعتي كده وننزل بيها هنا، وهنضرب الزبادي بتاعتي كده ندوبها. انا عايزه الزبادي دي تدوب، تبقى دايبه كده، ما تبقاش ايه قطع. شايفين كده بنفس الطريقه كده انا دوبت الزبادي بتاعتي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد كل البهارات بتاعتي دي ونخلطها على بعضها كده. كده انا خلطت كل الزبادي بتاعتي. هنعمل ايه؟ هننزل بقى على اللبن بتاعي كده. حباها بقى الفراخ دي تبقى سبايسي، تعملي ايه؟ شويه كده من الشطه، رشه كده من الشطه لو حباها سبايسي. مش حباها عادي جدا، خليها كده اهي. برضو كل حاجه تحطيها تدوبيها كده. كده هننزل بقى ايه بمعلقه من الخل. معلقه الخل دي كمان بتعمل ايه؟ بتساعد الفراخ بتاعتي، بتخلي الانسجه بتاعتها كده طريه جدا وتستوي معايا بسرعه. كمان يا حبايب قلب الفراخ دي انا هنبيتها في التتبيله دي، وان شاء الله هنعملها بكره باذن الله. لازم تبات ليله كامله في التتبيله، يعني اقل حاجه 4 ساعات. بس انا بما ان انا بنجهزها لكم كده، فانا بنجهزها بالليل وهنعملها بكره الصبح ان شاء الله، ماشي. ناخد ايه بقى؟ معلقتين برضو من الدقيق. طبعا الدقيق على حسب الفراخ اللي انت هتعمليها. هتعملي فراخ اكتر بتزودي طبعا بالضعف الكميه. معلقتين كده من الدقيق. لقيتي الزبادي بعد ما دوبتيها تقيله معاكي، عادي برضو زودي شويه ميه، مفيش اي مشكله خالص. كده دابت معايا.
انتوا طبعا عارفين ان انا دايما بنقول لكم الاكل ده ايه، كيمياء. تحبي الحاجه وتعمليها بالظبط تطلع جميله معاكي. ناخد نص معلقه كده من ايه، من البيكنج باودر، نزودها كده. شايفين انا بدات الخلطه كلها تتقل معايا، بدات الخلطه ايه، تتقل معايا اهي. شايفين القوام بتاعها؟ لا انا عايزه نحط لها كده ايه، ممكن تحط لها شويه لبن عادي او ميه، مفيش مشكله خالص. فانا هنحط لها شويه ميه كده، يعني شويه صغيرين خالص. وهندوب الحاجه بتاعتي كلها كده تاني في شويه الميه دول اللي انا حطيتهم. انا حطيت يعني حوالي معلقتين بس مش اكتر. وطبعا كده انتي كل الخلطه بقت جاهزه جميله جدا. هنعمل ايه، تظبطي ملحك. انا حاطه على الخلطه دي معلقه ملح، معلقه ملح كبيره. ماشي كده خلاص بقت جاهزه وجميله جدا. شايفين القوام الجميل بتاعها واللون بتاعها تحفه جدا. هناخد بقى ايه الفراخ بتاعتي. هرص فراخي هنا كده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ورص الفراخ بتاعتي. انا طبعا رصيت اول حاجه كده. هننزل بالبهارات بتاعتي بالخلطه بتاعتي دي كده كده كده. وهنرص باقي الفراخ. وبعد كده نعمل ايه، نقلب كله مع بعض. هنكمل كله بنفس الطريقه كده ونوريكم الشكل في الاخر. خلاص انا مش هنعمل اي حاجه غير كده. كده حبايبي انا قلبتها كلها، شايفين كلها اتغطوها كده بايه، بالخلطه الجميله بتاعتنا دي. وشايفين اللون بقى تحفه. لسه بقى في حاجات هنعملها كده تخليها لنا مقرمشه وجميله جدا جدا. طبعا انا قلت لكم ان انا الفراخ دي انا عاملاها دلوقتي ايه بالليل، مجهزاها كده من بالليل عشان نعملها لكم بكره ان شاء الله. احنا كده بس يا دوب حطيناها في ايه، في الخلطه بتاعتها او التتبيله بتاعتها. كل ما تقعد فتره طويله اللحمه بقى بتاعت الفراخ دي بتشرب من التتبيله دي. وكل شويه تقلبيها، مش كل شويه يعني، قلبيها حوالي مرتين كده، يعني هي تكون على الجنب ده تخليها على الجنب التاني. ماشي خلاص كده هناخدها ايه كده، هناخدها بقى نغطيها كده. وبعد كده ندخلها التلاجة. لازم تغطوها بغطا ايه، يكون محكم. لو ما عندكيش البلاستيك ده عادي، بكيس عادي يعني اللي موجود عندك. بصوا انا بنسهل لكم يا حبايبي كل حاجه، يعني اي حاجه متواجده عندك في البيت. الفكره بتاعت الغطا عشان خاطر هو ما ياخدش نكهه من اي حاجه في التلاجة الفراخ. وفي نفس الوقت الحاجه اللي موجوده عندك في التلاجة ما تتنكهش من ريحه التوابل دي، وتبقى ريحتها ايه، تاخد من ريحه الخلطه يعني. كده بقى هناخدها ندخلها التلاجة. وبعد كده ايه، لما نيجي بقى نجهزها ونشوف احنا هنعمل ايه بقى باقي الحاجات بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليها عشان تدينا نفس النكهه والقرمشه بتاعت بره. بعد كده هنشوف هنكمل ازاي. كده حبايب قلبي ادي الفراخ بتاعتنا سيبناها ليله كامله كده في ايه، في التتبيله بتاعتها كده او الخلطه دي. شايفين بقى ما شاء الله. وكل شويه كنت بنقلبها كده، العكس يعني كده. كل شويه نقلبها عشان خاطر ايه، تشرب من التتبيله بتاعتها كده. عندي هنا ايه، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق اهو. وعندي هنا هنحط عليهم ايه، 3 معالق من النشا كبار. يعني شايفين المعلقه ما شاء الله، 3. يبقى كوبايتين دقيق مليانين، عليهم ايه، معلقتين من النشا، عليهم معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده هو اللي بيدينا القرمشه. معلقه كده من البيكنج باودر، المعلقه الكبيره من البيكنج باودر دي هي اللي بتدينا القرمشه، بتخلي معانا الفراخ مقرمشه جدا. وهنخلط كل الحاجات دي مع بعضها كده. عندي هنا في بهارات، نفس البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ هي نفس البهارات اللي انا هنحطها هنا. بس انا مزوده عندي ايه في حاجه كده انا مزوداها. عندي هنا بابريكا، كركم، ملح. دي بهارات فراخ يا حبايبي. اللي ما عندوش بهارات فراخ عادي يحطوا مع الكركم زعتر. وانا قلت لكم البهارات بتاعتك، بس في حاجات طبعا ايه لازم بنحطها عشان تدينا نفس اللون ونفس الطريقه النتيجه يعني. يبقى هنقول تاني بهاراتنا، كركم، ملح، بهارات فراخ. ده اللي انا هنضيفه ده جنزبيل او زنجبيل زي ما بتقولوا، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، حبه فلفل اسود. هنخلط كل بهاراتي دي كلها كده على بعضها وننزل بها على ايه، على الدقيق.
عايزين بقى نبهر الدقيق بتاعنا عشان برضو الفرخه كده من بره يكون لها طعم جميل جدا. هنخلط كل البهارات دي كده كلها مع بعضها كده. انا خلطت كل البهارات بتاعتي، بهرت الدقيق كده وخليته جميل جدا، ريحته طالعه تحفه يعني. هنعمل ايه بقى؟ خلاص كده نطلع الفراخ بتاعتي كده اهو، نحطها في طبق لوحدها كده، ونسيب طبعا التتبيله بتاعتها دي نشوف هنعمل بها ايه. كده حبايبي انا طلعت الفراخ بتاعتي، هنشوف بقى عشان نحطها في الدقيق بقى. في ناس بتعمل بعد ما بتحطها في الدقيق كده بتكون محضره ميه، لا انا مش هنحط ميه، انا عايزاها تطلع نفس اللي احنا بنجيبها من بره. ادي الفراخ بتاعتي طلعتها من الخلطه بتاعتها اهي، شايفين كده بنفس الطريقه اهي. ما تتكيش عليها بايديكي، بس تعملي كده، تشيلي وتحطي فيها كده لحد ما تشرب خالص وما يبقاش فيها سوائل، شايفين؟ وبعد كده ننفضها كده ونرجع بيها تاني هنا اهو، نشربها من السوائل دي. في ناس بتعمل بقى، بتاخد بدل السوائل ده بتحط ميه ساقعه متلجه وتحطها فيها. لا انا عايزه نفس المحلات، وعايزاها السوائل دي كمان مفيده والبهارات اللي فيها، وعايزه نستفاد منها اهو، شايفين؟ وناخدها كده اهي، شايفين كده اهو. دي بقى نعمل فيها نعملها كده بايدي. يبقى اول مره انا بنحطها ايدي ما بتلمسهاش، اول مره بنحطها ايدي ما بتلمسهاش. تاني مره كده اهو، شايفين كده؟ وننفضها كده، شايفين اخدت نفس التعريجه ازاي؟ ونرجع تاني كده. احنا عايزين بقى نعمل حاجه زي بره كده وننافس بقى المحلات بتاعت بره، ونعمل حاجه في البيت انا ضمناها اهو. شايفين كده؟ ننفضها كده اهو، شايفين؟ بنفس الطريقه كده اهي. ناخد الحته التانية من الصدر كده اهي. بصوا انا مش عايزه نلمسها بايديا، يا دوب كده. بصوا انا عايزاها كل السوائل اللي فيها اهي، نغطي كل حاجه منها كده. كل حاجه قلنا بتتعمل في الاكل كيمياء. كيمياء يعني يعني حاجه نعملها بتغير لنا طعم اهو، شايفين اهو كده؟ انا عايزاها بس تشرب من الدقيق كده، ما لمستهاش بايديا اهو. ناخدها نحطها في السائل تاني كده، شايفين اهو؟ تشرب منه كده اهو كل الجهات، ونرجع نحطها في الدقيق كده بقى بايديا اهو. شايفين ايدي بتشتغل كده اهو؟ ايدي هنا بدأت تشتغل بقى. اول مرة ايدي ما بتلمسهاش، نشيل ونحط فيها كده لحد ما تشرب من كل من كل الدقيق ده، وننفضها كده. شايفين التعريجة بتاعتها دي اهي اللي انا عايزاها؟ هنعمل بنفس الطريقة كده اهو. ناخد حتة تانية كده، لا نحطها هنا الاول بنفس الطريقة، نرجع نحطها تاني في الخلطة دي كده. يعني انا بدل ما نحطها في ميه، لا انا نستفاد برضو من الخلطه دي، لان الخلطه دي فيها لبن وفيها بهارات وفيها حاجات مفيده برضو، وفي نفس الوقت هتخلي الفراخ بتاعتي تحفه. هتشوفوا ان شاء الله احسن من اللي احنا بنشتريها من بره. بصوا دي بايدي كده، شايفين اهي؟ بايدي كده اهي. نشرب كل الحته كده وننفضها تاني كده، ونرجع نشربها تاني اهو. عايزين حاجه تنافس بره وتبقى احلى من بره كمان اهي. نفضناها كده خالص اهي، اخر حاجه من الدقيق. شايفين اهي لسه ما اتحمرتش، شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنكمل كل الفراخ بتاعتي بنفس الطريقه، وبعد كده نشوف طريقه التحمير بتاعتنا هتكون ازاي، او التسويه بتاعتنا هتكون ازاي. يا حبايبي خلاص انا خلصتها، عملتها اخر حاجه يعني بالدقيق بقى بتاعنا اهو. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا جدا، ولسه لما تتحمر هتبان معانا اكتر. فهنروح نشوف مع بعض هنحمرها ازاي كده بقى عشان نحمرها وتطلع نفس النتيجة بتاعت المحلات او المطاعم. عندي حلة هنحط فيها شوية زيت كده، حبة زيت حلوين يعني، عشان خاطر تبقى متغطية معايا بالزيت. ونسيب الزيت لما يسخن خالص، وبعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا. ونشوف دلوقتي اهم حاجة ان الزيت يكون سخن، ما نحطش على زيت بارد، لان زيت بارد مش هتقرمش معايا ومش هتديني نفس النتيجة. فهنستنى الزيت بتاعي لما يسخن، وبعد كده نشوف هننزل ازاي بالفراخ بتاعتنا وهنكمل ازاي. كده الزيت بقى سخن معايا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، وننزل كده. شايفين كده؟ ننزل بقطعه تانية. حابه تحطي حله اكبر مفيش مشكله خالص، تحطي حله كبيره يعني عشان تبقى غويطه كده معانا. انا حاطه على يعني حله صغيره هنعمل على قدها، ماشي؟ طبعا نسيبها بس كده تغلي شويه
وبعد كده هنشوف هنعمل بقى حاجه كده نخليها زي القلايه اللي موجوده في المحلات كده. ما تقلبهاش خالص، تسيبيها في الزيت كده لمده 3 دقايق وتعملي ايه، تغطي عليها عشان تديكي نفس النتيجه بتاعه القلايه. كده هنغطي عليها ونسيبها حوالي ايه 3 دقايق بس. طبعا ما بين ال3 دقايق بتشيلي الغطا وتشوفيها ايه كده. ايه هنوريكم شكلها اهي، شايفين؟ طبعا ايه تهدي عليها النار عشان خاطر الفراخ بتاعتنا تستوي كويس. مش تهدي تخلي النار شمعة، لا تخليها ضربة الغليان كده. هنغطيها تاني عشان انا بس بنوريكم الشكل كده وهي تمام، عشان خاطر تكمل السوا بتاعتها. كده حبايبي هتطلعوها على شبكه زي كده، ما عندكيش على مصفى عادي خالص اهي. انا حبيت بس نوريها لكم الشبكه دي كده عادي اهي طبعا عشان الزيت ما فيش، يبقى مصفى عاديه جدا كده اهو. شايفين شكلها؟ ولا قلبتها ولا اي حاجه. حابه تقلبيها مفيش مشكله خالص، مش حابه يعني عادي. هي الزيت عشان كتير بيخليها تتحمر كلها. شايفين الجمال؟ انت برضو بالراحه كده واحده واحده بايه. شايفين؟ هنطلعها كده على الشبكه. فكره الشبكه عشان تفضل مقرمشه معانا، يعني افضل من المناديل. هنرجع بقى نحط تاني الكميه بتاعتي اهي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده ولا تقولوا لي بقى ايه ما عندناش بقى المحلات اهي وحاجات كده بقى، مش لازم بقى غلايات بتاعه المحلات ولا كلام من ده، لا. وبعدين بصوا لازم طبعا توطوا عليها لما تهدي النار عليها يا حبيبتي، لازم تكون بتغلي. انا هنغطيها عشان تكمل السوا بتاعها وتستوي معانا كويس. وبعد بنفس الطريقه كده اهو هنبدا بقى نطلعها. طبعا هي بتفتش. ما شاء الله عليها اهي. هنبدا بقى هنحمر كل اللي عندي بنفس الطريقه ونشوف ونرجع لكم تاني. خلاص انا خلصتها حمرتها. شايفين شكلها جميل ازاي؟ كمان شايفين ما شاء الله عليها. بصوا كل قطعه منها حجمها بقى قد ايه من التغليفه بتاعتنا، وفي نفس الوقت يعني هي اصلا ما شاء الله الفرخه كبيره. شايفين الجمال بتاعها؟ بصراحه انا مبهره بيها جدا وعجباني، وريحتها تحفه ولونها جميل جدا، وكمان مستويه جميله. انا كده دلوقتي كمان هنقطع قطعه منها كده عشان تشوفوها ان هي مستويه وجميله جدا. شايفين كل الكميه دي اهي. شايفين كمان في لسه الحاجات الجميله بتاعتنا اهي. انا حاطه كذا قطعه على بعض يعني اهو. كل الكميه اللي انا عملتها دي من فرخه واحده قطعتها عملت لي كل الكميه دي. تخيلي بقى لما تروحي تشتري الكميه دي كلها، شوفي هتدفعي كام. ثانيا مش هتكوني ضامنه الفراخ متجمده ازاي ولا متشاله ازاي ولا النظافه بتاعتها ايه ولا الحاجه اللي محطوطه فيها شكلها ايه. حاجه عاملاها في بيتك وضمناها جميله جدا. حاجه كده تحفه من الاخر. جربوها كده ان شاء الله بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم. وامشوا بالخطوات واحده ما تفوتوش حاجه، تمشوا واحده عشان تشوفوا الخطوات مع بالتدريج. يعني بنحط ايه قبل ايه عشان تدينا نفس النتيجه ونفس الجمال ده. والله العظيم انا عامله القناه دي حبا ان انا نوصل للناس ان الحاجه تطلع معاهم بنفس النتيجه. يعني مش اسم القناه بس كده، لا، انا حابه الناس تعمل الحاجه بنفس الطريقه كده عشان تطلع معاهم. انا حابه الاكل البيتي، مش حابه الناس تشتري من بره. عشان كده عايزه نوصل لكم الفكره بنفس ما زي ما بتطلع معايا عايزاها تطلع معاكم. ندلع نفسنا بقى. حبه رز انا عاملاهم اهو. طبعا ايه اللي تقولوا ان هي جايباها كده، لا، انا هنغرف لكم دلوقتي طبق رز عشان تشوفوا. وبطاطس احنا محمرينها، والتوميه انتوا عارفين طبعا ان انا عامله لها حلقه جميله جدا. طبعا ايه كده ناخد قطعتين زي ما بنجيبهم من بره كده اهو. شوفي الوجبه دي انت بتروحي تشتريها بكام. بصوا من فرخه واحده عملت قد ايه. انا بس حابه نوريكم. شايفين الجمال بقى والحلاوه وحاجه كده نظيفه بيتي ضمناها جميله جدا. ادي الوجبه بتاعتنا اهي، وادي عندي الفراخ اهي. بصوا حبايبي الرز بتاع الكبسه اهو. انا عاملاه قبل كده معاكم في كذا حلقه. هنزل لكم برده الرابط بتاعه عشان تشوفوها اللي حابب يعني اهو، عشان بس ما حدش يقول ايه دي جابت لنا حاجه كده وهي انا غرفاها بس انا اللي عاملاه. شايفين مفلفل وجميل ازاي وريحته تحفه جميله. قلنا بقى ندلع نفسنا كده
كده اهو طبق الرز بتاعنا والطوميه الجميله بتاعتنا اهي، احلى توميه. وادي عندي الصلصه دي كده، هي مش صلصه مسبكه ولا حاجه، هي طماطم نيه انا بنعملها مع الكبسه. برضو هنسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت، هنسيب لكم رابط الطوميه والرز اللي حابب يعني. ويا ريت تدخلوا على قناتي وتشوفوا كل الحاجات بتاعتي، وان شاء الله هتعجبكم كده، وتدعموا قناتي كده يا حبايبي عشان تكبر بيكم كده. وانا زي ما قلت لكم انا حباكم تعملوا الحاجه في البيت، حاجه بيت نظيفه. وبرده في حاجات بنعملها، مش كله واقفه طول النهار في المطبخ، في حاجات بتعمليها وتشيليها وبعد كده ترجعي تكملي سواها تاني. يعني حبي مطبخك وحبي بيتك وحبي ان انت تعملي حاجه حلوه، هتلاقي نفسك كل حاجه بقت سهله عليك ان شاء الله باذن الله يعني. شايفين بقى شكل الاكل بتاعنا الجميل من فرخه، عملنا ما شاء الله وليمه كبيره اهي. شايفين الجمال والحلاوه والطعامه. يلا كده حبايبي ادخلوا قناتي واشتركوا لي كده وفعلوا لي الجرس عشان توصل الحاجات الجميله دي لاكبر عدد، وكلنا كده نعمل الحاجه في البيت جميله. جربوها بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم. مستنيه بقى لايكاتكم وتفعيل الجرس واشتراكاتكم عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل لاكبر عدد. وبالف هنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.